السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة كورة حلوة. مش بعتذر عن الغياب الطويل. هنرجع النهارده الدوري الممتاز. عندنا مباراة ما بين الأهلي وطلائع الجيش، أو طلائع الجيش والأهلي مباراة طلائع الجيش. الأهلي سلسلة المباريات المضغوطة المتوالية حطها تحت ضغط شديد جدا جدا. الفريق بيلعب ما عندوش هامش الخطأ. دخل ماتش النهارده عنده 48 بونت، بيراميدز 62 بونت. في فرق 5 مطوشه، ده اللي كسبهم فرق بونت عن بيراميدز. الحقيقه ضغط شديد جدا على اللعيبه والجهاز الفني. دايما مطالب بالمكسب. داخل النهارده بطريقته المعتاده 4-3-3. كان عنده بعض التغييرات البسيطه. ابتدى بعمرو السولية اساسي في مباراه النهارده. الحقيقه الراجل المدرب يعني كله كتر خيره، يعني الراجل بيلعب كله 3 ايام ماتش، فبيحاول يعمل روتيشن. وده اصعب شيء، انك تعمل روتيشن تحت الضغط. لا داخل المباراه في المركز الثاني عنده 48 بونت. طلع الجيش في ضامن البقاء في الدوري 34 بونت بدري جدا طبعا، ما عندوش اي ضغوط خالص. هو هدفه اساسا انه يقعد في الدوري. الاهلي ابتدى المباراه النهارده بدون مقدمات، ضغط من اول الماتش. كريم فؤاد ثبت اكتر من كوره لحد دقيقه 12. عندنا هدف الاول للنادي الاهلي عن طريق طاهر محمد طاهر، اللاعب اللغز، يعني ما اقول ليه هو لعيب لغز في الاخر. الكره ده اتلعبت وعمرو السولية سددها، ردت من الدفاع، كملها طاهر محمد طاهر، خدت الجون ودخلت هدف في دقيقه 12. لما تلاقي فريق زي طلائع الجيش مع كابتن عبد البسيوني، فريق فلسفته واضحه. يعني في فرق كده بتلعب بنفس السيستم. طلائع الجيش، الجونه مع علاء عبد العال، احمد سامي مع سموحه. فرق بتلعب مع فرق كبيره، بتلعب بتخنق الملعب زي ما بيقولوا. ما بيديش مساحات للفريق اللي قدامه، خصوصا لما يكون فريق كبير. فحال الفرق دي بتبقى دايما مطالب انك تحاول تسجل فيها بدري، لانك بتعاني قدامها. لو الوقت عدى من غير ما تسجل بتعاني قدامها. احنا عارفين طبعا الاهلي تعادل مع الجونه في الدور الاول 1-1 ملعب الجونه. يعني لعبوا على كره واحده، جات لهم ضربه جزاء جابوها. فالفرقه دي بتبقى متعبه جدا. فالاهلي الجون الدقيقه 12 فتح الماتش. الاهلي استمر في الضغط بتاعه. كريم فؤاد كان عامل جبهه ناريه ناحيه الشمال، لعيب جوكر، لعيب بيأدي في اي مكان بيتحط فيه، لعيب مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. عندنا خالد عبد الفتاح، الراجل خرج من الثلاجه مؤخرا. الحمد لله بيلعب باك يمين. لا، اللعيبه عندهم امكانيات كبيره خصوصا الناحيه الدفاعيه. يعني خالد عبد الفتاح دفاعيا افضل من هجوميا بكتير. بيدي بعض الاضافه الهجوميه، لكن هو اساسا مدافع جيد. الاهلي استمر في الضغط بتاعه من ضمن محاولات تقريبا من طلائع الجيش. اعتمد على انطلاقات جودن شيكا وموسى تراوري، لعيبه افارقه عندهم سرعه، عندهم قوه. ما عملوش حاجه وسط السيطره كامله للنادي الاهلي. الاهلي استمر في ضغطه. محاولات من كريم فؤاد. عندنا في الدقيقه 34 هدف للنادي الاهلي عمرو السولية. عمرو السولية لعيب مش واخد حقه الفتره الاخيره. هو لعيب مهم جدا جدا، اصابات اخرته. لعيب بيعمل اضافه دايما خط الوسط، دايما بيعمل الزياده الهجوميه، دايما بيحسسك ان هو ممكن يكون في اي لحظه. لعيب قادر يصنع وقادر يسجل في اي لحظه. دي ميزه كبيره جدا في عمرو السولية. قدر متابعه كويسه جدا. الكره اتلعبت سقط ضمن الجزاء، سندها لحسين شحات اللي لعبها في الجون وضربتها دفاعيه على خط المرمى. كملها على مرتين. الهدف الثاني النادي الاهلي في الدقيقه 34. هدف ريح تمام النادي الاهلي، لان فريق زي طلائع الجيش ما قدرش يندفع هجوميا، لان دفع هجوميا ممكن هياخد جوان ثانيه. وده اللي حصل في الدقيقه 38. فاول رفع حسين شحات ناحيه اليمين. محمد امين حطها بطريقه يعني مش مدافع. يعني الطريقه دي عايزه لعيب خط وسط مهاجم، عايزه راس حربه قناص. حط فيها وش رجله في الزاويه الضيقه عاليه، مش اي لعيب يعملها. وده تقريبا اول جول نشوفه عن بعيد عن ساعه تعلم عنه ربنا يشفيه يعني وكده. هدف الدقيقه 38. الاهلي تقريبا قتل المباراه اكتر من كان، يعني 3-0 مع فريق زي طلائع الجيش مع السيطره التامه للنادي الاهلي. يعني خلاص، يعني الاهلي حسم الامور تماما في الشوط الاول زي ما بيقولوا. الدقيقه 45 مسؤوليه هديه من هدايا طاهر محمد طاهر. الكوره وضع انفراد تام، لعبه قويه جدا في جسم محمد شامل حارس المرمى. الكوره دي بتفكرني بالظبط بكوره مصطفى الشوبير في ماتش الوداد السنه اللي فاتت، ماتش الذهاب في القاهره. نفس الكوره ونفس القوه. كوره مش محتاجه اكتر من لمسه تحط لوب فوق الجون. اعتمد على القوه اكتر من الدقه. نفس كره مصطفى الشوبير. انتهت الشوط الاول نتيجه 3-0 للنادي الاهلي. نتيجه حاسم الامور بشكل كبير جدا جدا. الجيش اللي دخل الشوط الثاني بيحاول يرجع للمباراه، عمل تغييرات هجوميه، نزل عمر السعيد ونزل خط وسط مهاجم. جات له فرصه عمر السعيد عرضيه لعبها اعلى المرمى.
الاهلي استمر في الاستحواذ وسيطر حقيقتين فتح جبهه كبيره جدا جدا. هو حسين الشحات كان عامل جبهه حلوه قوي قوي. حسين الشحات صنع الكوره بكعب رجله حطها ارتو فوق المرمى. الاهلي زي ما بيقولوا ايه، احكم قضيته على المباراه. حرم طلع الجيش من الكوره، استحواذ، سيطره، خط الوسط، خط الدفاع مسيطرين تماما على منطقه المناورات. حارمين طلع الجيش من اي حتى من الهجمات المرتده. الراجل ابتدى في الدقيقه 60 يعمل تغييرات المعتاده، عمل 4 تغييرات. التغييرات دي مهمه ليه؟ لان انت الفريق بيلعب كل 3 ماتش، فانت محتاج كل اللعيبه، فما اقدرش العب بمجموعه لعيبه. ده كان خطا موسيماني الكبير لما كان مدرب الاهلي. عمل 4 تغييرات، خرج 2 من خط الوسط، خرج مروان وخرج اكرم، نزل قفشه كريم مواليد نيدفيد، لعيب برضه مهم جدا عايز منتشر يرجع لمستواه. خرج محمد عبد المنعم طبعا مع النتيجه، نزل مكان ياسر ابراهيم. خرج الشحات، نزل عبد القادر لعيب كبير ولعيب عنده حلول ولعيب ممكن يستعفر في اي لحظه. الاستثمار الاهلي في سيطرته في استحواذه، تسديده قويه لطاهر، الراجل بيديله ثقه بيخليه يكمل الماتش عشان ياخد ثقه في نفسه اكتر. طاهر كان من المرشحين ان هم يمشوا السنه دي. الاهلي استمر في الضغط في المحاولات، تسديده لقفشه سهله في ايد الجون. المره الراجل بعد كده عمل تغيير تاني، خرج السوليه عشان يريحه ونزل فيه ديانج. برده ديانج ما ينفعش يبعد قوي، ديانج لازم يكون في الصوره، ما ينفعش ابعده خالص عن الصوره. بعد كده نزله دقيقتين. برده ديانج لعيب مهم، هحتاجه في ماتشات كتير، محتاج فيها لعيب بمواصفات ديانج، القوه البدنيه، الالتحامات، الاندفاع البدني، لعيب كواليتي مش موجود في الاهلي، محتاجه. يعني اكرم بيقوم بالدور ده كويس، لكن ديانج عنده قوه فطريه، بدنيا قوي فطريا، فهيفيدك في ماتشات كتير. المباراة كانت هادئة، سيطرة تمام الأهلي، محاولات بسيطة جدا من طلع الجيش، يعني محاولات غير مكتملة. احنا عندنا بداية 85 بينية اتلعبت لأسامة أبو علي، جاب لنا ضربة جزاء عرقلة من محمد شعبان. كنت أتوقع إن أسامة سديدة الراجل اداها لطاهر، عايز يرجع له الثقة أكتر وأكتر، جاب جون فعايز يديله ثقة أكتر يجيب جون تاني. سديدة بطريقة سيئة جدا، لعبة قوية جدا بعيدة خلاص على المرمى، يعني الكورة فيها قوة ما فيهاش دقة. في الدقيقة 90 عندنا ضربة جزاء على لمسة ياسر إبراهيم، الفريق طلع الجيش. ده عمر السعيد تألق الشناوي صدها، يعني صدها بشكل كويس جدا. عندنا في الدقيقة 92 يعني طاهر حاول يعوض عن خطأه في ضربة جزاء، لعب كرة شبه جميلة لأسامة أبو علي، حطها من لمسة واحدة بوش رجله وسافون. هنا أسامة أبو علي برضه عايز أتكلم عنه، وضرب على النادي الاهلي. انتهت المباراه 4-0 للنادي الاهلي، نتيجه كبيره جدا، مكاسب بالجمله. عايز اتكلم على جون وسام ابو علي. جون وسام ابو علي يا جماعه، الاهلي بقى له فتره ما عندوش راس حربه زي ما بقول ايه بمواصفات راس حربه المكتمل، اللعيب اللي عنده الطول، عنده السرعه، عنده المهاره في الانهاء، هيدرز كويس، لعيب بيخلق مساحات الزمايل. الحقيقه كان وليد ازارو كان نموذج كويس جدا جدا، بس وليد كان عنده ثقه بنفسه، كان بيضيع كتير جدا جدا فده اثر عليه. حقيقه وسام ابو علي نموذج بقاله كتير جدا مش موجود في الاهلي. يعني انا وجهه نظري ان اخر راس حربه كان موجود في الاهلي اسمه راس حربه هو عماد متعب، يعني بعدين ما عرفش يجيب راس حربه. حقيقه وسام ابو علي نموذج كويس جدا جدا، سنه صغير، لعيب قوي، لعيب عنده التحامات، لعيب عنده كوره كويسه. طبعا لازم حد معاه عشان كتر المنتشرات مش يقدر يكمل بالشكل ده. انتهت المفازين 4-0. عايز اتكلم عن طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر لعيب لغز ليه؟ لعيب عنده كل مقومات اللعيب الممتاز. هو جناح، بيلعب بيمين، بيلعب شمال، عنده طول كويس، جسمه قوي، لياقه بدنيه كويسه، عنده مهارات كويسه. الحقيقه لعيب عنده كل شيء، بس هو عنده مشكله في نفسه، هو ما بيشقش على نفسه، عنده مشكله في ثقته في النفس. يعني عنده كل حاجه تخليه لعيب سوبر، مش في قالب منتخب مصر كمان، لكن هو مؤمن بحق نفسه. لدرجه انه وصل لدرجه ان هو كان خلاص من المرشحين اللي هم الكبار جدا يسيبوا النادي الاهلي السنه دي. الراجل بيحاول يديله فرصه اخيره يثبت نفسه. عمل الماتش ده كويس، عمل الماتش اللي فات كويس، بيحاول يستعيد ثقته مره واحده واحده. الحقيقه الاهلي عنده مكاسب بالجمله النهارده. الفوز 3 جون، رفع رصيد 51، فرق بينه وبين بيراميدز اللي هو 62، فرق 11 بونت مع 4 ماتشات فرق. يعني لو كسبنا فرق نقطه واحده منهم ماتش مع بيراميدز، فبيشد الضغط على بيراميدز وبيحاول بيزحف للقمه واحده. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا النهارده لعبت اكبر قدر من اللعيبه. يعني انا النهارده بلعب امام عاشور مريحه تمام، اللعيب عنصر مهم جدا جدا، خلاص ما بقتش محتاجه، لان الفريق ماشي بشكل كويس وعندي ماتشات كتير، فهلعبه النهارده اريحه بكره. ادام الفريق بيقدم بشكل كويس مش محتاج ان انا اهلك اللعيبه. ادى فرصه لعيبه كتير جدا، ياسر بيحاول يرجع واحده بعد الاصابه، كريم نيدفيد بعد الاصابه بيدخل واحده، ديانج بيسعد ثقته، طاهر بيسعد ثقته.
اسامه علي بعد الاصابه ابتدى ياخد منتشر واحده واحده. خالد عبد الفتاح خرج من الثلاجه بيأدي بشكل كويس جدا جدا. انا وجهه نظري ان خالد هجوم يعني دفاعيا افضل من محمد هاني. محمد هاني يمكن هجوميا افضل شويه في الاضافه الهجوميه، لكن خالد انا محتاجه. انا يعني يا جماعه برضه انا بتكلم حته الباك اساسا دوره الاساسي يدافع بعد كده يهاجم. طبعا لو بيعمل الاثنين يبقى كتر خيره، يعني حاجه كويسه، لكن ما يبقاش حاجه على حساب حاجه. ما يبقاش انا باك بهاجم وبدافع وحش، او لكن طالب مني ان انا ادافع بشكل اساسي. كريم فؤاد انا بعتبره نجم المباراه الاول. المباراه خدها طاهر برضه والسلاح كان ممتاز، لكن كريم فؤاد الحقيقه عمل جبهه طول 90 دقيقه دفاعيا وهجوميا على مستوى. يعني في الشوط الاول انقذ كوره من جودون شيكا، كوره انفراد، الراجل رجع دافع عنده واجبه، عمل تغطيه عكسيه، الحقيقه صنع فرص كتير، شاط كتير على الجون، وكان دايما مصدر خطوره، عدى كتير من جبهته، كان عامل جبهه كويسه جدا. حسين الشحات وجهه نظر مان اوف ذا ماتش هو كريم فؤاد. لعيب جوكر، لعيب ملتزم، لعيب خلوق، بيلعب 7 8 مراكز، باك شمال شغال، باك يمين شغال، ديفندر شغال، جناح يمين شغال، جناح شمال شغال. لو حتى بالتالي لو لعبت مساك هادي بشكل كويس. الحال النهارده خطوه على الطريق. الاهلي عنده ماتش متوالي كل 3 ايام، عنده الماتش الجاي ماتش مهم جدا هيلعب الداخليه، وبعدها هيلعب طلائع الجيش تاني. حاجه منتشره يعني كوميديا انك بتلعب تقريبا تلتين الدوري في شهرين. يعني انت بتلعب تقريبا حوالي كام؟ بنتكلم تقريبا في 24 ماتش بتلعبهم في خلال شهرين. ده رقم مذهل. انت النهارده 1/7 بتتكلم الاهلي هيخلص الدوري 18/8 يعني، والنهارده جوله 21، يعني انت بتتكلم فيه فاضل له 13 ماتش بمعدل 3.5 ماتش. حاجه مجيده جدا. الف مبروك النادي الاهلي، فوز كبير، فوز مستحق عن جداره واستحقاق، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.